اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا شايفين المنظر ده، دي مواعين نظيفه، الباقي اللي ورا دوت مفيش يعني. إيه، دي كراكيب. هنا انا رحت لبنتي كانت تعبانه، اتصلت بيا قالت لي انا تعبانه ومش قادره اقف على رجلي ومش عارفه ايه، تعبانه يعني واخده شويه برد، والظهر البرد كان شديد شويه. فطبعا رحت عشان اشوفها فيها ايه، قلت لها يا بنتي انت عندك حاجه اعملها لك ولا كده؟ قالت لي لا. مطبخك نضيف؟ قالت لي اه نضيف. فطبعا داخله كده هو اشوف المطبخ بجيب حاجه يعني احط لي لب وحاجه ساقعه ومش عارفه ايه، لقيتها مجهزه كل حاجه في الاوضه يعني في الليفين. فقمت اجيب طبق عشان احط فيه القشر ومش عارفه، لقيت المنظر اللي انتوا شايفينه ده. راحت قالت لي دي يا ماما دي حاجات بسيطه. بقول لها ايه المنظر ده يا بنتي؟ قالت لي ماما دي حاجات بسيطه يعني مش حاجه، يعني ده شويه مواعين صغيره طباق وهيتحطوا في قلب الغساله وخلاص. بفتح الغسالة لقيت الغسالة مليانة مواعين، مليانة مواعين نظيفة. فطبعا أنا مش لسه هي تعبانة وأنا مش لسه هقوم أفضي الغسالة بقى وأحط فيها المواعين اللي مش نظيفة وألم النظيفة أحطه في مكانه، فأنا مش عارفة أي حاجة في المكان. رحت بقى داخلة بقى وغسلهم بالشكل ده، شايفين المنظر ده بقى كده، لميته بقى كله. ورحت بقى قلت لها والله لا مصورة. فالحمد لله بقى كان معايا كل حاجتي كده ادواتي وصورت على طول. بص المنظر ده والله ما كان مقصود التصوير ولا كنت رايحه بنيه تصوير خالص يعني، بس هي جت بقى كده اهو بظروفها يعني. نبدأ بقى كده نغسل معاها بقى معاكم بقى كده المواعين بتاعتها، شوية اللعب اللي هي حطهم دولت. يعني انا عن نفسي دولت انا مش مقتنعة بيهم، شوية لعب يعني. بصي طبق الوان ومش عارفة ايه وحاجات زي كده اهوت يعني، ولا حاجة. هنغسل بقى شوية المواعين بقى اللي هي مفضياهم، هي مش مفضية الرشاقة او مفضية كل حاجة. هنا ابني كل شوية يطلع لكم كده في الصورة في الفيديو كده اهوت، بيوريكم ان هو موجود معايا يعني، هو فرحان ان هو ظاهر كله يعني. عشان هنا ما باجي اصور هنا في البيت ما بيظهرش، لان انا عامله كلوز على المكان اللي انا بشتغل عليه، يعني على المطبخ، على البوتاجاز، على اي حاجه زي كده، مش حاطه ان انا مش بفتح الكاميرا قوي. فهنا هو فرحان، بص رايح جاي ازاي، يشاور لكم ويمشي، يشاور لكم ويمشوا. بص شويه مواعين بسيط خالص، اخدوش معايا حاجه يعني، حاجه بسيطه. بس طبعا هي عشان تعبانه مش قادره، او كمان عشان بيتنا، ما احنا برضو في بيوتنا بنيجي نبص على المواعين بتاعتنا كده ونروح ماشيين نديها ظهرنا على طول، كسلانين نعمل يعني. بس صعبت عليا بقى ان هي تعبانه وكده، ولا حاجه معموله كده حوالين منها والدنيا مكركبه. فلما تلاقي طبعا الشقه كانت نظيفه وما كانش فيها حاجه، يعني ما عملتش حاجه، انا لقيت الشقه نظيفه هو اللي خلاني ان انا ما يعني ما دخلت المطبخ ايه ده، مش فيش وجه مقارنه ما بين ده وما بين ده. بس طبعا هو المطبخ بقى، اللهم اجعل رزقنا من رزق حوض المطبخ كده يا رب، وكل اللي سامعيني كده يا رب. عشان المطبخ الحاجه الوحيده اللي ما بتخلص يعني، انتوا حتى هتشوفوا في اخر الفيديو. يعني انا بعد ما خلصت برضو في مواعين اتحطت في الحوض تاني، انا على فكره رحت قافله قافله المطبخ ورحت طالعه، رحت سايبه المطبخ وطالعه، يعني انا لسه هغسل تاني، خلي الموجود في الحوض موجود. بس وبيت معاها بقى ليله كده اهوت، عشان ايه؟ كانت تعبانه ما كانتش قادره تمشي، ورحت قاعده معاها، كان جوزها معاه، كان جوزها في الشغل ورديه، وبيت معاها الليله ديت عشان التعب اللي هي فيه. الحله دي بتاعتي على فكره يا جماعه، عشان ما حدش يقول حله عروسه ومكحته والكلام ده كله، دي الحله دي بتاعتي. والحمد لله عصرت على حاجتي وخدتها وانا ماشيه يعني. بص بقى الدنيا خلصت بقى بسرعه ازاي. هنشوف بقيه الحاجات بقى، بنلم مواعين بقى من حوالين مني بقى كده، من على المطبخ، من هنا، من على البوتاجاز، الحاجات دي. هنا بقى هرص بقى كده اللي نشف كله كده، اللي اتصفى كله. هي حاطه فوطه كده اهوت على على الرخامه بجنب الحوض، وبتصفي عليها الحاجه بتاعتها كلها، تصفي وبعد كده تدخلها في المطبخ. هي اهم حاجه ان احنا نصفي حاجتنا عشان ما تلمش حشرات ولا تلم الحاجات دي. تمام. لميت لها برضو حتى الباسكت كده، لما اتملى هو اتملى برضو من الحاجه اللي احنا كنا لمينا الحاجه كده كلها، وراح الباسكت اتملى ففضيته كده اهوت. الباسكت الصغير وبتحطي في باسكت كبير تحت الحوض يعني. بصوا كل شويه اروح في الشقه كده على المطبخ من ناحيه تانية، وارجع اغسل مواعين تاني.
بس كده خلصنا المواعين بتاعتنا، نعلق بقى في الرشاقه نحط حاجتنا. بس هنا عماله اقول لها الحاجات اللي مش عايزاها هرميها، بلم الازايز وبلم الحاجات اللي هي مش محتاجاها، فبرمي على طول، مش مخليه لها حاجه. بس هي اكياس بقى دي بتحتاجها هي بقى عشان خاطر الزباله. بص البرطمان ده كان بتاعي، تمديها فيه مخلل، وهي حطيته في غساله الاطباق فاتطبق. ان غساله الاطباق ليها مواعين معينه، مش اي حاجه بتتحط فيها، يعني ان درجه الحراره بتاعتها عاليه. فاللي هي الحاجات بتاعت المخلل اللي احنا بنجيبها، البرطمانات اللي بنجيبها من السوق دي، مش اللي هي بتنفع في غساله الاطباق. فبتروح سايحه على طول اول ما بتشوف الميه، ما بتشم الميه السخنه. بس فبقول لها انا هرميها، راحت قالت لي ماشي، ده حاجتي انا هرميها مش مشكله. ما بحبش ان انا الاقي كراكيب ولا حاجه زي كده. هي بقى بتخاف ان هي ترميه عشان بتاع ماما. ابقى اديه لماما كده ولا معلش يا ماما، فاكراني ان انا ايه هزعل يعني على برطمان يعني. بس كده الميه السخنه حلوه بقى، بتخليكي ايه ان انت تخلصي حاجتك بسرعه. على فكره هنا انا بتكلم معاها، مش ان انا بتخانق ولا انا بحب بقى اي حاجه، لا انا بتكلم بس. كلامك مش عارفه طالع بخناق كده. بس الحاجات اللي اتصفت كده اهو بلم برضو حاجه حاجه، كل ما اخلص بلم حاجتي برضو اللي هي ايه بتصفت. كان في تراب اليوم دوت، كان في تراب وشباك المطبخ كان منزل التراب بقى على الحاجه اللي على المطبخ دي كلها، السكاكين وطقم التوزيع والحاجات دي كلها. فبنضفهم كلهم كده اهو من على التراب بتاعهم، وامسح الرخامه بتاعتهم. طقم المعالق ده بتاع المطبخ. بس المعالق وحطيتها كده رصيتها على طول، والطقم الشوربه. ما فيش حاجات دي بقى مهمة عند العرايس، بس هنا ايه هي مهم ان هي تيجي، بس انا مش بحب رخامة المطبخ يبقى عليها حاجات كتير. احب ان تتلم الحاجة كلها في الادراج يعني. طبعا البهارات والزياتة ومش عارفة ايه كده اهوت. نمسح بقى من التراب، الحتة دي فيها شباك، فالشباك مالي الدنيا تراب حول تحت منه. خلاص كده، خلاص المطبخ بتاعنا خلص. وبرص بقى الطباق في الرشاقة، انا سبتهم في الاخر لاني بص بشب قوي عشان احط الحاجة، لان هم طوال قوي وانا قصيرة. اهو اللم من هنا بقى. ده طبق الميكرويف. خديه خديه يا حاجه، ده بتاعك، خديه خديه. ايوه كده، بس عشان انا مش لاقي له مكان فاخده بقى. اغسل برضو الحاجات ديت، كل الحاجات اللي هي هلاقيها على المطبخ كده اهوت هغسلها. ولمع بقى الرخامه كلها واخلصها. بص ابني، حتى ابني لسه بيجيب لي في مواعين، فرحان قوي ان هو طالع في الكاميرا. ما اعرفش الفرحه اللي هي مش سايعاه دي. البوتاجاز ده حلقته نضيف وعليه بس شويه رز، فبلمعه كده اهوت. هو معلهوش زيوت ولا اي حاجه، حتى الشبكه معلهوش زيوت خالص. فبمسح كده اهو، بس ان انا الم الحاجه. هي كانت بس شويه مواعين اللي موجوده، ما كانتش طبعا قادره تغسلهم ولا قادره تطلع. هي المشكله ان هي عشان عندها غساله اطباق، بس طبعا مش قادره تشيل وتفضي الغساله وترص تاني. مشكله في غساله الاطباق اللي عند اي حد ان انت تفضيها يا جماعه بعد ما ترصيها من المواعين ويتغسلوا وكل ده، بس انت عايزه كسلانه ان انت تفضيها اصلا. فدي حال كل البيوت. خلاص كده اهو. بص بقى حطينا الرفوف دي كده، خلصت كده المطبخ. بصي في ثانيه خلص ازاي، ما فيهوش اي حاجه، ما هو مطبخ لعب بصراحه. اغسل بقى الحوض. عايز بقى ادعكه كده اهوت عشان يلمع كده اهوت، يبقى فيه لمعه. المقص ده اتغسل مرتين ليه مش عارفه، اكيد الواد ده خده في حاجه، عمل بيه حاجه. يلا بقى، يا فرحتك انت وانت رايح وانت جاي. خلاص انا ساكته وما بتكلمش الحمد لله، عشان لما بتكلم بحس ان انا بتخانق. بص الطبق اتغسل اهو، ده هنبص نلاقي فيه حاجات تاني. نعمل ايه بقى يا جماعه كده اهوت في المواعين اللي ما بتخلصش دي؟ نقول الحمد لله، نقول الحمد لله خير وفضل من عند ربنا. اغسل بقى مشايه المطبخ كده. كان جوزها جايب لها الاكل بتاع التلاجة اللي هو الفراخ واللحوم وكده اهوت، فانا بغسلها لها وارصها لها.
فانا عرفت ان هي قالت لي ماما تعالي لي انا تعبانه ومش قادره طبعا عشان خاطر الحاجات دي يعني، ان هي عايزه ايه حد يغسلهم لها، مش قادره تغسلهم، الكلام ده حوار يعني. بس غسلتهم لها وغسلتهم بالخل طبعا زي ما بعمل عندي في البيت، واشيل الريش اللي عليهم وكل حاجه وانقعهم في خل وملح. وطبعا ايه بروح ما رحت مكيسهم لها، وهي حطيتهم بقى فضت الفريزر بتاعهم برضو، هي نضفته الفريزر وهي واقفه، جت وقفت جنبي وراحت نضفت الفريزر ورصت الحاجه بتاعتها بنظافه يعني. المقص هيتعمل اهو، هيشتغل هيعمل حاجه اهو، يبقى كده هتوسخ انه عمل حاجه. انا كل شويه الاقيه في الحوض ما اعرفش ليه. انا بغسل الحاجات دي بميه سخنه يا جماعه، لان بتنزل اللزلقه اللي فيه وبتنزل الزفاره اللي هي في الفراخ. خلاص خلاص باينين. مش بعمل اللي هو الضافر دوت او ده عشان برمي، بيبقى فيه ريش كتير وفي نفس الوقت ما بيتاكلش، ما فيهوش لحم ومحدش بيحبه يعني، حتى لو سويتيه العيال بترميه يعني في النهايه، او اي حد بيرميه يعني، اللي مش محدش بياكله يعني. فبروح شايلاه كده اهوت، ما ياخدش مساحه ولا ياخد وقت وخلصنا. ونقعد نشيل في القشر والكلام كده كده، بنشيل نص الضافر ومش عارفه ايه فعلى ايه، فبشيله كله. اغسلها بقى انقعها بقى بشويه خل وملح كده اهوت، عشان الزفاره بتاعتها ميبقاش فيها زفاره خالص. والحمد لله حتى وانا بغسلها برضو كده لقيت في ريشه كده مشيت عدت من جنبي كده اهوت، ما حسيتش بيها فبروح شايلاها يعني. هنا اللحمه بتاعتها انا بكيسها لها بقى كده اهوت. بص المواعين اللي جات لي، جاي يغسل ايده قلت له روح اغسل ايدك في الحمام، يعني تغسل ايدك فوق الاكل. خلاص كده خلاص حاجتنا خلصت. بحب افرد اللحمه كده بالشكل ده، اللحمه المفرومه او اللحمه المفرومه او اللحمه الصحيحه الاتنين، لان ما تطلعيهم يفكوا معاكي بسرعه يعني، ما ياخدش وقت معاكي. انا عندي في البيت برضه انا بعمل كده، انا متهيألي وريتكم برضه الحاجات بتاعتي انا بعملها كان بالشكل ده برضه، ان انا بعمل اللحمه المفرومه بعملها على رباع. وقت ما احتاجت نص كيلو بطلع كيسين، محتاجه كيلو، كيلو الا ربع اطلع 3 يعني، ايه حسب ما ببقى محتاجه الاكله بتاعتي هتاخد قد ايه معايا. يعني هعمل صينيه بشاميل صغيره مش محتاجه مني غير هي ربع كيلو لحمه. بعدين اللحمه غاليه يا جماعه، لازم نوفر بقى شويه فيها وناكل نبقى نشمها بعد كده. اعملها كده بالشكل ده، بفردها كده عشان خاطر ايه، قلنا اللي هي ايه بتفك معاكي بسرعه، لما تفرديها كده اهو تفك معاكي على طول. وممكن تاخدي منها تكسري منها كده حته، لو انت عايزه حته صغيره او حاجه تكسريها كده منها. تمام كده. برضو اللحمه الصحيحه برضو هقسمها برضو كده اهوت، وهعملها لها في كيسين كده اه، ولا زي ما ياخد يعني، ما اعرفش هياخد قد ايه بس زي ما ياخد. شطوره يا بنتي يا غاده. يلا اعملوا لي لايك للفيديو، اعملوا لايك للفيديو وقولوا لي ايه رايكم في الشغل اللي انا عملته على فجأة ده. بصي هنا خلاص كده نحطها بقى في الحوض كده اهو، الفراخ خلاص نقعتها وبالخل والملح ودعكتها شويه فيهم، وبعد كده بشطفهم كده اهو واحطهم يصفوا، ما احطهمش في الفريزر وهم فيهم ميه عشان ما يبقاش منقوعين في ميه. هسيبهم كده اهوت يصفوا على المصفى بتاعت الحوض دي، يصفوا خالص كده الميه اللي فيهم، بعد كده بكيسهم. تمام اهو حتى خلصوا وكيستهم، والتاني طالع بسروله بسويله. نغسلهم بقى كده ونغسل الحوض اهي كده بقى، هي جت تغسل تفضي الفريزر بقى بتاعها. فطبعا انا مدارياها، ولا كانت تعبانه ما كانتش قادره تقف. الف سلامه عليكي يا سوسو. اغسل لها بقى الحاجه وهي ايه تاخد ان هي ايه تحط الحاجه بتاعتها. صح لها الرف كده اهو تحطها،
هو الرف عشان مجمد فغسلته، وبرده لسه ايه فيه عامل زي شبوره كده اهو. بس الحاجه السوداء، التلاجة السوداء او الحاجات السوداء دي بتبقى عايزه تلميع طول الوقت. انا بعمل بالفوطه وبعد كده بالمنديل علشان يدي لمعه، ما يبقاش فيه الميه دي والحاجات دي اللي هي الخطوط الميه يعني عموما. وكده الفيديو بتاعنا خلص اهو. بقول لكم الفيديو خلص، وبص اهو، بص بقول لكم الحوض عامل ازاي. اعملوا لي بقى لايك للفيديو، ولو مش مشتركين في القناه تشرفوني بالاشتراك. وادي الفيديو بتاعنا خلص، كان يوم تنظيف كده سريع، يا رب يعجبكم واشوفكم على خير. سلام عليكم.